لكل الناس اللي بتعتمد على مصدر دخل واحد، ركزوا معايا. كتاب التدفق النقدي الرباعي لروبرت كيوساكي قال ان الناس بيجيلها فلوس من نوعين من الدخل، دخل ايجابي ودخل سلبي. الدخل الايجابي هو الفلوس اللي بتجيلك من وظيفة، من حرفة بتعملها، من نحتاية، فلوس معتمدة عليك انت اللي بتجيبها. اما الدخل السلبي فهي فلوس بتجيلك من جوه فلوسك نفسها، يعني فلوس بتعمل فلوس. علشان كده الكاتب بيقول ما ينفعش دخلك يبقى ايجابي بس. طيب ازاي؟ رقم واحد، اعرف ان الوظيفة ملهاش امان، مهما كنت بتحبها وشاطر فيها في ثانية ممكن تروح. تاني حاجة، لو عندك شوية فلوس شايلهم على جنب ما تخليهمش مركونين كده، يا اما تشغلها في مشروع يا تفتح انت مشروع، اعملي مفارش كروشيه وبيعيها، المهم خليها تجيب لك فلوس. تالت حاجة، لو بقى على باب الله ومش محوش لك قرشين ضم على اخواتك، ابدأ اعمل خطة. يعني لو عندك موهبة ولا حرفة ولا اي مهارة بتعرف تعملها، اشتغل بيها جنب شغلك الاساسي. معلش هتتعب دلوقتي بس هترتاح بعدين. رابع حاجة، خليك حاطط في خطتك ان المشروع الصغير اللي بتعمله او الحرفة اللي بتعملها شوية وهيكبر وتبتدي تجيب ناس تساعدك وتريح انت بقى في الاخر، وبالتالي هتحول لدخل سلبي. قولوا لي بقى، دخلكوا دلوقتي ايجابي ولا سلبي؟ قولوا لي في الكومنت.